مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في هذه الحلقة الجديدة التي هي التاسعة. في الحلقة السابقة انتهينا من القسم الثاني الرئيسي للفعل، ألا وهو مشتقات الفعل والأقسام الأخرى الثانوية مثل أصناف الفعل وغيرها. وفي هذه الحلقة سنتعرض للقسم الرئيسي الثالث، ألا وهو تصريف الفعل سرعة conjugation. تصريف الفعل هو عملية ملائمة الفعل مع فاعله ومع الزمن الذي يقع فيه. هناك ثلاثة أشخاص فاعلون في اللغة الآشورية المعاصرة، وهو الشخص الأول أي المتكلم، وهو المتكلم نفسه، والضمير الذي يشير إليه هو أنا للمفرد سواء كان مذكرا أم مؤنثا، أخنا للجمع سواء كان مذكرا أم مؤنثا. الشخص الثاني أي المخاطب، أي الذي يكون الكلام موجها إليه، والضمير الذي يشير إليه هو آت للمفرد المذكر، آت للمفرد المؤنث نفس اللفظ، ولكن للمؤنث هناك يوت صامتة بعد التاء، وأخت للجمع سواء المذكر أم المؤنث. أما الشخص الثالث هو الغائب. الشخص الغائب أي الشخص الذي يدور الكلام عنه، والضمير الذي يشير إليه هو هاو للمفرد المذكر، هاو هي نقطة كبيرة فوقها مع واو، هاو للمفرد المذكر، هاي هي نقطة كبيرة مع يود، هاي للمفرد المؤنث، آني للجمع المذكر والمؤنث على السواء. هذه إذن الأشخاص الثلاثة، مفرد وجمع، مذكر ومؤنث. أما عن الأزمنة، هذه الأشخاص الثلاثة التي يجب علينا أن نلائم الفعل معها. أما عن الأزمنة التي يقع فيها الفعل، فهناك ثلاثة أزمنة رئيسية، هي الماضي والحاضر والمستقبل أو المضارع. الماضي والحاضر أو المضارع والمستقبل. وقبل أن نبدأ بتصريف الأفعال علينا أن نقوم بالتعرف على تصريف فعل مهم، هو فعل الكينونة أو الوجود، سعرانة إيتوتا verb to be، لأننا نستخدمه كفعل مساعد في صياغة الأزمنة المختلفة لكل الأفعال الأخرى. لذلك قبل أن نخوض في تصريف الأفعال الأخرى علينا أن نصرف هذا الفعل، أن نتعرف عليه جيدا، لأنه ليس فقط هو كفعل رئيسي يأتي، ولكن يأتي كفعل مساعد في جميع الأفعال الأخرى، يعني في تصريف كل الأفعال الأخرى. إن هذا الفعل هو فعل شاذ لا يتبع قواعد التصريف، ليس فقط في لغتنا الآشورية بل في كثير من اللغات الأخرى أيضا. في كل اللغات التي أنا أعرفها، تقريبا 8 لغات، هذا الفعل هو شاذ، وليس لهذا الفعل سوى تصريف واحد في الحاضر وآخر في الماضي، ولا تصريف له في المستقبل. وحتى شكل جذره شاذ، إذ هو إيلة، شوفوا إيلة يعني شكل غريب. وفي اللوح الأدنى أكتبوا تصريف
تصريفيه، يعني الحاضر والماضي. أوكي. هنا نأتي الشخص أنا. في الزمن الحاضر فعل الكينونة يكون إيون. شوف وين إيلي وين إيون، أين هذا وأين هذا، إيون. حتى في الإنجليزي verb to be، ولكن لما جو I am ليس له علاقة. أوكي. وفي الزمن الماضي إيون و، نزيد عليه هذه الكلمة و، إيون و. إذن إيون أنا أكون، أنا هو. إيون و أنا كنت. أنا هذا للمذكر وهذا للمؤنث. إيوان للمذكر إيون، للمذكر إيوان. في الحاضر أي أنا أكون امرأة مؤنث. إيوان و، إيوان و أنا كنت مؤنث. آت إيوت أنت تكون أو هو. آت إيوت للمذكر، إيوت و للمذكر في الزمن الماضي. في الزمن الحاضر إيوت، في الزمن الماضي إيوت و. أنت تكون، أنت كنت، كنت. أنا كنت، أنت كنت للمذكر. للمؤنث آت مع يود إيوت، إيوت. الآن إيوت أنت تكونين. شوفوا هذا اليوت ولو ما تلفظ لكن تكتب إيوت. إيوت للمذكر، إيوت للمؤنث الشخص الثاني المخاطب. هذا الشخص الأول، هذا الشخص الثاني المخاطب المفرد. وفي الماضي إيوت و كنت أنت. للمؤنث إيوت في الحاضر كنت تكونين، وفي الماضي إيوت و كنتي، كنتي أنت. الشخص الثالث المفرد هاو إيلي، إيلي في الحاضر. شوفوا نفس صيغة الجذر، كذلك في كل الأفعال الأخرى. في هذا الشيء، في هذه الجزئية، فهذا الفعل يتبع القاعدة فقط في هذه الجزئية، أي أنه نفس الصيغة له في زمن الحاضر الاعتيادي أو البسيط. أو إيلي هو يكون. هاو إيوا هنا شوفوا إيوا نشاف أيضا إيوا. كان هو كان، ويكون هو كان. هي هاي إيلا. شوفوا هناك إيلي إيلا للمؤنث في الزمن الحاضر. إيلا مع نقطة فوق الهاء التي ترمز إلى التأنيث. إيلا. وفي زمن الحاضر إيوا نفس صيغة المذكر إيوا، يعني هي تكون وهي كانت، كانت. أخنا الشخص المتكلم الجمع. أخنا إيوخ نحن نكون. في الماضي أخنا إيوخوة نحن كنا، سواء مذكر أو مؤنث نفس الشيء حتى في العربي. أختن إيتن، إيتن، إيتن. أنتم هم، أنتم أو تكونون في الحاضر. في الماضي إيتن و، إيتن و. شوفوا فقط الماضي أنه يأخذ هذا نفس الحاضر لكن زائد هذه الكلمة و. أختن إيتن و. أنتم كنتم، أنتم تكونون الآن، أنتم كنتم. والشخص الغائب الجمع سواء للمذكر والمؤنث نفس الشيء. آني إينا أو إيلي له صيغتين، إينا أو ين، إيلي،
إينا أو إيلي في الحاضر، هم يكونون. وفي الماضي إيواو، شوفوا في المذكر في المفرد إيوا، في الماضي في الجمع الثالث أو الغائب الجمع إيواو، واو إيواو. هذا هو تصريف فعل الكينونة إيلي. كل تصاريفه هي فقط صيغة واحدة في الماضي، ماضي واحد عفوا حاضر واحد وماضي واحد. أوكي. والآن نبدأ بتصريف الأفعال الأخرى في الأزمنة المختلفة. زمن الحاضر، نأخذ زمن الحاضر. زونة قائم present tense يرمز إلى حدث، هذا الزمن إلى حدث يقع في الزمن الحاضر، له صيغتان، يعني ما عندنا فقط حاضر واحد نوع، إنما نوعين: الحاضر البسيط والحاضر المستمر. قائم عيادايا الحاضر البسيط أو الاعتيادي، وقائم سعرانايا حاضر مستمر. simple present and continuous present continuous المستمر. الحاضر البسيط قائم سعرانايا simple present يرمز إلى حدث يقع بصورة متكررة في الزمن الحاضر، وبصورة متكررة وغير محددة في الزمن الحاضر طبعا. لذا يسمى أيضا بالحاضر غير المحدد، لأنه يقع في زمن الحاضر بصورة غير محددة. يسمى حاضر البسيط قائم عيادايا، العفو، قائم عيادايا، قائم عيادايا، هذا خطأ هنا، قائم عيادايا، هذا قائم عيادايا simple present حاضر البسيط. يسمى أيضا قلنا بالحاضر غير المحدد قائم لم تخمة. ويصنع من جذر الفعل بإضافة الحرف الشخصي إليه مع وضع كلمة كي أو هذا مقطع كي قبله. قلنا من الجذر بإضافة الحرف الشخصي. ما هو الحرف الشخصي؟ الآن سنعرف حرف الشخصي للفعل الحاضر مع كي قبله. الآن خلينا نشوف الحروف الشخصية لكل شخص. هذه طبعا للزمن الحاضر فقط، الحاضر البسيط. الحرف الشخصي للشخص المتكلم المفرد المذكر أنا هو نون ساكنة وضعها في نهاية، إضافة حرف الشخصي إليه، جذر الفعل بإضافة حرف الشخصي. الشخص المتكلم المفرد المذكر أنا، والحرف الذي يسبقه يأخذ حركة زلامة طويل، يعني جذر الفعل الحرف الأخير فيه يأخذ زلامة طويل وينتهي بنون ساكنة. أمثلة: بارشن هو جذر بارش، يصير أنا بارشن، من قائم يصير قيمن، من آخل يصير أخلن، من همزم يكون همزم. شو عملنا؟ وضعنا الحرف الشخصي في النهاية، والحرف ما قبله أخذ زلامة طويل، بارشن، قيمن، أخلن، همزم. أوكي. للشخص المتكلم المفرد المؤنث نفس الشيء. المذكر والمؤنث حرفه الشخصي هو هذه النون الساكنة. أما الحرف الذي يسبقه في حالة المؤنث يحمل حركة سقاطة، في المذكر يحمل حركة زلامة طويل، أما في المؤنث فيحمل حركة سقاطة، وهذا هو ما يميزه عن المذكر. أي بارشن للمذكر، بارشان للمؤنث، قيما، أخلا، همزما. يعني هنا
أنا أميز، أنا أقوم، أنا آكل، أنا أتكلم. هنا أنا مؤنثة، أنا امرأة. بارشن أنا أفصل. قيما أنا أقوم، بنت امرأة. أخلا همزما. بارشن قيما أخلا همزما مذكر. بارشن قيما أخلا همزما مؤنث الشخص الأول. للشخص الثاني أو المخاطب، شخص المخاطب المفرد المذكر الذي ضميره هو أت تاو، أيضا تاو يأخذ تاو، حرفه الشخصي هو التاو الذي يوضع في نهاية الجذر. والحرف الذي يسبقه يحمل حركة زلامة طويل، أي برشت قيمت أخلط همزمت. تميز، تقوم، تأكل، تتكلم. بالعربي التاء تجي قبل بالبداية، تأخذ، تتكلم، تميز. في الآشوري بالنهاية. برشت قيمت أخلط همزمت. للمخاطب المؤنث هو تاو يوت، مثل الضمير مالته تاو يوت يأخذ، كلاهما ساكنين. الشخص المخاطب مفرد المؤنث، والحرف الذي يسبقه يعمل حركة سقابة، هنا زلامة طويل، هنا سقابة، أي بارشات قيمات أخلط همزمت، يعني تفصلين، تميزين، تقومين، تأكلين، تتكلمين. أوكي. أما للشخص الغائب المفرد المذكر الذي ضميره هو هاو، لا يوجد حرف شخصي، وإنما نستخدم جذر الفعل كما هو، مثل ما شفنا حتى قلنا في فعل الكينونة الذي هو شاذ في كل التصاريف الأخرى، في هذا فقط يتبع القاعدة. هنا أيضا كل الأفعال في الشخص الثالث المفرد المذكر في الزمن الحاضر البسيط هو نفس صيغة الجذر بدون زيادة ولا نقصان، ليس له حرف زيادة، حرف شخصي. يعني بارش كالجذر، قائم هو بارش هو يميز، قائم هو يقوم، آخل هو يأكل، همزم هو يتكلم. في العربي طبعا هنا يجب أن نذكر في العربي بالعكس، هو الشخص بالزمن الماضي، ماضي البسيط، يكون هذا الشيء، يكون هذا الانطباق بين صيغة الجذر وصيغة الشخص الغائب المفرد المذكر، يعني قام. الجذر هو قام في العربي أو ميز، نفس الشيء بالشخص الثالث الماضي، قام، ميز، أكل، تكلم. أوكي، هذا سنأتي عليه بعد في الماضي. أوكي. أما للمؤنث أي الغائب المفرد المؤنث، فشخص حرفه هو ألب، نزيد على الجذر ألب، فيكون والحرف الذي يسبقه يحمل حركة سقابة، أي بارشا هو يميز، هي تميز، بارشا بارش بارشا، قائم قيمة، آخل أخلا، همزم همزمة هي. أوكي. أما للشخص الأول أو المتكلم الجمع، إلى الآن كانت هذه الثلاث أشخاص في المفرد. أما في الجمع فحرفه الشخصي هو خيت، نضيف خيت على الجذر.
الغائب جمع، سواء كان مذكر أم مؤنث. في المتكلم الجمع ليس هناك فرق بين المذكر والمؤنث كما في العربي، نتكلم نحن سواء نسوة كنا أم رجالا، نقول نحن نتكلم. والحرف الذي يسبقه يحمل حركة تاخا. هذه مهمة، هذه الحركة، الحرف الذي يسبق الحرف الشخصي بتاخا، أي بصير برشخ، قيمخ، أخلخ، همزمخ. أما للشخص المخاطب الجمع طبعا سواء كان مفردا أم مذكرا أم مؤنثا ما في فرق. أخت في العربي هنا فرق، أنتم أنتن كما قلنا، الضمير في الآشوري ما في فرق، أخت هو. والحرف الذي يسبقه يحمل حركة خواصة، إذن تون، تاء رواخة مع رواخة ونون ساكنة، هو الحرف الشخصي، يعني هو عبارة عن 3 أحرف. فنضعها بعد الجذر ويأخذ، الحرف الذي يسبقه يأخذ خواصة. شوف هذه شين أخذت حركة خواصة، برشيتون، قيميتون، أخليتون، همزميتون. تميزون، تقومون، تأكلون، تتكلمون. ما في فرق بين المذكر والمؤنث. طبعا في العربي في فرق، يقول تتميز، تقمن، تتميزن، تقمن، وفي فرق. ولكن في الآشوري ما في نفسه. فرشيتون للمؤنث والمذكر يعني أنتم وأنتن، قيميتون، أخليتون، همزميتون. أوكي. للشخص الغائب الجمع حرفه الشخصي هو يود تحت نقطة، يعني حركة خواصة، حركة خواصة، يود في حركة خواصة للشخص الغائب الجمع سواء مذكر أو مؤنث، واللي ضميره هو آني، هم أو هن بالعربي. والحرف السابق له يحمل بالضرورة حركة خواصة، طبعا هي حركة هذه، أي يصير برشي، قيمي، أخلي، همزمي، يعني هم يميزون، يقومون، يأكلون، يتكلمون. برشي، آني، برشي، قيمي، أخلي، همزمي. أوكي. أما تصريف الأفعال في هذا الزمن فيكون كالآتي. الأفعال شفنا الحرف الشخصي وأعطينا بعض الأمثلة. الآن نأتي على تصريف الأفعال بمختلف أنواعها في هذا الزمن الحاضر البسيط. قائم، عياداية. من الجذر الثلاثي قبل نأتي. من الثلاثي السالم يكون، كيف نصيغ يعني الزمن الحاضر البسيط؟ نصيغه طبعا من الجذر، جذر الفعل قلنا يكون بتسكين الحرف الثاني للجذر، يعني من الجذر، وإضافة الحرف الشخصي مع تغيير حركة الحرف السابق له حسب القاعدة على. يعني قاعدة على قلنا إيش؟ يكون الحرف الذي يسبق الحرف الشخصي يأخذ زلامة طويل في المذكر، وفي المؤنث يأخذ سقافة. نفس هذه تطبق على كل الأفعال. ففي الثلاثي السالم يكون هكذا، يعني ونضع طبعا ما ننسى أنه نضع كي، قلنا في القاعدة على أنه نضع أيضا وضع كلمة كي قبله، تمام، مع حرف الشخصي بعده نضع حرف كي، فيكون من بارش، والفعل بارش جذر، يكون أنا كي قبله بارشن، نون هذه حرف الشخصي، وقبله يكون زلامة طويل، بارشن، بارش يصير بارشن. أنا كي بارشن، أنا أميز الآن في الحاضر، أنا أميز كل يوم، يمكن أنا أميز بين الأشياء. أنا كي بارشن، أما نسوة، أما امرأة تقول أنا كي بارشن، أنا أميز. بالعربي ما في فرق بين المذكر والمؤنث هنا، ولكن في الآشوري هنا فرق. هنا أنا كي بارشن،
أنا أميز. أنا كبرشا، امرأة تقول مع سقاطة بدل الزلام الطويل. آت كبرشت للمذكر، آت كبرشت للمذكر، آت للمؤنث كبرشت سقاطة. هاو هو كبارش، قلنا نفس صيغة الجذر بدون زيادة، ما في حرف شخصي خاص، ولكن كي هاي دائما لازم نضعها في الماضي البسيط، هي هذه رمز للماضي البسيط، عفوا الحاضر البسيط، قائم هي داية. هاو كيبارش، هاي هي كيبرشا، هذا الحرف الشخصي وقبلها سقافة كيبرشا. أخنا كيبرشخ، تاخا قبل الخاء. أخت كيبرشيت، آني كبرشي. هذا هو تصريف الفعل بارش في زمن الحاضر البسيط من الثلاثي. طبعا هو بارش هو ثلاثي سالم، ما في حروف علة. هنا نأتي إلى المعتل، والمعتل طبعا قلنا 7 أنواع. معتل الأول كيف يكون مثل السالم تماما، مثل الثلاثي السالم نفسه. فمثلا فعل آخر نأخذ وهو معتل الأول ألب، يكون كما يلي: أنا كأخل، لا أكرر الضمائر معروف. أنا كأخل، أنا للمؤنث كأخلان. هاو كأخ، آت كأخلت، آت كأخلت مؤنث. أو هاو كأخل، هاي كأخلة. أخنا كأخلخ، أخت كأخليت، آني كأخلي. أوكي. معتل الوسط، إذا كان الحرف المعتل هذا الوسطي ألب نقلبه إلى يوت، عدا في الغائب المفرد المذكر الذي يبقى على حاله. ليش؟ لأنه نفس صيغة الجذر الفعل فما يتغير. أما إذا كان يوت فيبقى على حاله والباقي كما في السالم. فمثلا فعل قائم يكون أنا كقيم، قيم نفسه مثل السالم. كقيما، كقيمت، كقيمت، كقائم هو نفس الجذر بدون تغيير. هاي كقيمة هي أخنا نحن كقيمخ، أخت أنتم، كقيميت، أني كقيمي. هذا معتل الوسط. شوفوا هنا قائم وألف لكن انقلب إلى يوت. إذا كان يوت يبقى يوت، مثل كايم، كيمن، كيمن يبقى على حال. من معتل الآخر يكون بحذف الحرف المعتل هذا أي الأخير في كل الأشخاص عدا في المؤنث المفرد فنقلبه إلى يود، والباقي كما في السالم. فمثلا فعل كالي يقف، كالي معتل الأخير يكون كما له: كيكالن، أنا كيكالن، أنا كيكاليا. شوف نضيف هنا يود، وهي التي تأخذ سقافة لأن تكون هي السابقة للحرف الشخصي دون. أنا كيكالن، أنا كيكاليان، كيكالت، آت كيكالت، آت امرأة كيكاليات. هاو كيكالي، هاي كيكاليا يود. أخنا كيكالخ، أخت كيكاليتون، آني كيكالي. من معتل الأول والوسط يكون تصريفه في الزمن الحاضر بسيط مثل السالم تمام، مثل الجذر الثلاثي السالم. فمثلا يائر الذي هو الفعل الوحيد اللي عندنا من هذا النوع، يعني هو معتل له حرف علة في الأول وفي الوسط، يكون كما يلي مثل السالم: كيارن هي يائر يصير يارن، كيارن، كيارت، كيارت، كيائر جذر نفسه، كيارا، كيارخ، كياريتون، كياري. الفرق شو هو من السالم؟ هو أنه هذا الثاني المعتل
يسكن، يعني الإزلام اللي عنده بالجذر تروح. تمام، هذا هو الفرق فقط من السالم، والبقية كالسالم هو. من معتل الأول والآخر يكون مثل معتل الآخر، الكالي كالين. فمثلا فعل آتي يكون كما يلي: كآت مثل ككالن، كأتين مثل ككلين، كآتت مثل ككالت، كأتيت كاليت، كآتي كالي، كأتيا كاليا، نفس الشيء، يعني مثل معتل الآخر. كآتخ. أما الأول فلا يكون فيه أي اختلاف، أي تغيير. الحرف الأول: كأتيا، كآتخ، كآتيت، كآتي. وفعل يابه نأخذ فعل آخر كمثال آخر، الذي هو في البداية بدل الألب هي الحرف العلة الآخر هي يوت. يابه، ياب معناه يغبس، يغبس، يصنع الخبز. يكون كيابن، كيابيان، كيابت، كيابيات، كيابه، كيابيا، يابيا، كيابخ، كيابيت، كيابي. أنا أغبز، أنا أغبز، أنت تغبز، أنت تغبزين، هو يغبز، هي تغبز، نحن نغبز، أنتم تغبزون، هم يغبزون. أما من معتل الوسط والآخر يكون كمعتل الآخر هذا أيضا. فمثلا الفعل خاي يكون أنا كخاين، يعني يعيش. أنا كيحيى، أنا كخاين، أنا كخاين، يتسقافة، كخايت، كخايت، كخاي، كخايا، كخايخ، كخايت، كخاي. هذا الثلاثي. أما الرباعي، جذر الرباعي كيف نصرفه في الزمن الحاضر البسيط؟ فهكذا: إذا كان سالم، رباعي سالم، يكون بإضافة الحرف الشخصي مع تغيير الحرف السابق له حسب القاعدة. ما يأخذ يعني كي، ما في عنده هذا هذه الكلمة السابقة، عفوا كلمة سابقة دائما، يعني هذه مثل ما قلنا هي رمز للحاضر البسيط، عفوا. فمثلا همزم ناخذ، هو رباعي سالم، يصير كي همزمن، كي همزمن، كي همزمت، كي همزمت، كي همزم، كي همزمة، كي همزمخ، كي همزميت، كي همزمي. أنا أتكلم، أنا مؤنث أتكلم، زمن. أنت تتكلم، أنت تتكلمين، هو يتكلم، هي تتكلم، نحن نتكلم، أنتم تتكلمون، هم يتكلمون. والفعل مفتوح الأول مثلا شرر، ما قلنا فعل مفتوح الأول ولو كان له شكل الثلاثي لكنه رباعي، هذه لا تنسوا هذه الملاحظة، لأنه الحرف الثاني هو مكرر. شوفوا في هذا شرر هناك ثلاث راء، ثلاثة ريش، واحدة هي اثنين بالجذر نفسه بالأصل، وواحدة لأن قبلها هو بتاخة هاي الثانية تتكرر فتصير شرر، شرر، أربعة. فيكون تصريفه مثل السابق: كشررن، كشررن، كشررت، كشررت، كشرر، كشرر، كشررخ، كشرريت، كشرري. اوكي. وشو معنى شرر؟ يعني يحقق، يثبت، يؤكد. أما في المعتل، الرباعي المعتل، هذا الرباعي السالم سواء كان اعتيادي أو كان مفتوح الأول، أو كان يعني الثلاثي مفتوح الأول الذي يصبح رباعي. أما إذا كان معتل فمن معتل الأول أو الثاني والثالث نفس الشيء هما، ونأخذ مثال على كل واحد منا. يكون مثل السالم، أي فعل أخر الذي هو معتل الأول وهو من نوع هذا المفتوح الأول والثلاثي مفتوح الأول، يكون
كأخرن، أخرن، كأخرن أنا بنت، كأخرت أنت ولد، كأخرت أنت بنت، كأخر هو، كأخر هي، كأخر أخ نحن، كأخريت أنتم، كأخري هم. هذا الفعل يشبه العربي، يتأخر يعني يتأخر، ولكن هو أيضا في الآرامي الأصلي هو أوخر، وأما في الآشوري المعاصر أخر. نأتي على الفعل الرباعي المعتل الثاني. هذا كان مثل للمعتل الأول. المعتل الثاني يعني الثاني، الحرف الثاني هو من الحروف العلة، فيكون هكذا مثل السالم: كهيمنن، كهيمنن، كهيمنت، كهيمنات، كهيمن، كهيمنا، كهيمنخ، كهيمنيت، كهيمني. والفعل مثال للمعتل الثالث مميل. شوف الحرف الثالث 1 2 3 هو المعتل، يكون كمميل، كمميلا، كمميلت، كمميلت، كمميل، كمميلا، كمميلخ، كمميليت، كمميلي. ومعناه يزرق، أنا أزرق، أصبح أزرق من البرد مثلا، من واحد يزرق. كمميلا أنا أزرق، أيضا بنت أنا أزرق، مميلا أنت مميلت، هي مميلت، تزرق، أنت تزرق، هي تزرق، تزرق أيضا، هو يزرق، هي تزرق، نحن نزرق، أنتم تزرقون، هم يزرق. أما من المعتل الآخر يعني الرابع، لو كان معتل يكون بحذف الحرف المعتل، هذا يكون لا يكون مثل السالم كما في المعتل الأول والثاني والثالث، وإنما المعتل الرابع فيه بعض الإجراءات مختلفة. يكون بحذف الحرف المعتل هذا الأخير في كل الأشخاص عدا في المفرد المؤنث، حيث نقلبه إلى يود، والباقي كما في السالم. فمثلا فعل ألد معتل الأخير يكون كألدن، كألديا. شوفوا مثل الثلاثي، الحرف الأخير عندما يكون مثلا كالن، كاليا، ألديا، ألدي، ألدت، ألديات، المؤنث دائما يأخذ يوت سقافة. كألد، كألدية، كألدخ، كألديت، كألدي. والفعل آخر، نوع آخر نأخذ ممطي، ممطي يكون كممطن، كممطيا، كممطت، كممطيات، كممطي، كممطية، كممطخ، كممطيت، كممطي. هذا هو الزمن الحاضر البسيط، سواء جذر الثلاثي أم الرباعي، سواء سالم أو معتل. نأتي إلى الزمن الثاني الحاضر، وهو الحاضر المستمر، قائم سعرانية، present continuous. أوكي. هذا يرمز طبعا إلى حدث بدأ في الحاضر، يبدأ ولكن يستمر، مستمر إلى اللحظة التي نحن نتكلم فيها، يصنع من اسم الفعل، مو من الجذر كما في الحاضر البسيط، إنما من اسم الفعل بالطريقة التالية: من الجذر الثلاثي يكون بوضع حرف بيت ذي زلامة طويل قبل في بداية الجذر، ووضع فعل الكينونة مصرف في زمن الحاضر بعده. شوف بدأ فعل الكينونة يأتي كفعل مساعد في الأفعال الأخرى، من هنا يبدأ. في الحاضر البسيط لم يكن، بدله هو هناك كان في حرف الشخص، هنا من هنا يبدأ حضور الفعل المساعد، فعل الكينونة كفعل مساعد في صياغة الأزمنة للأفعال المختلفة.
قلنا إذن من الجذر الثلاثي الحاضر المستمر يكون بوضع حرف بيت ذي زلامة طويل ب في بدايته، ووضع فعل الكينونة مصرفا في الزمن الحاضر بعده كالآتي. من الثلاثي السالم نأخذ مثال فعل بارش كما أخذناه في قبلا، الذي اسم فعله هو إيش؟ براشا. لا، بارش براشا اسم فعل. بارش براشا برشتا باراشا المشتقات. المشتق الأول هو اسم الفعل، بارش هو براشا. منه نصيغ أو نصنع الزمن الحاضر المستمر بهذه الصورة. نضع بيت زلامة قبله ببرا، ونضع اسم الفاعل اسم الفعل عفوا ببراشا، ونضع فعل الكينونة مصرف في الزمن الحاضر والذي له زمن حاضر واحد قلنا كما شفنا أعلاه إيون. طبعا الخواصة مالته تروح لأنه راح يكون يلتزق لفظا بالفعل الرئيسي ببراشيون. هي ببراشا إيون، ولكن لا نقول ببراشا إيون لأنه ممكن نقولها، ممكن نكتبها أيضا، ولكن للصورة النطق ببراشيون. شوف شاي يجي ببراشيون ببراشيون. الآ واليود ندمجها كالألوان، تندمج تطلع لون آخر، يطلع إيه ببراشيون، ما نقول ببراشيون، ببراشيون. أوكي. ببراشيون للمؤنث، ببراشيوت للمخاطب المذكر، ببراشيوت للمخاطب المؤنث، ببراشيله. شوفوا فعل الكينونة في الشخص الثالث الحاضر يكون نفس الجذر. ببراشيله، ببراشيلا، ببراشيوخ، ببراشيتون، ببراشينا. من المعتل الأول، ثلاثي معتل الأول، مثال فعل آخر خالة الذي هو اسمه فعلي هو خالة، آخر خالة. منه نصنع هذا الزمن بوضع ب قبله بخالة، ووضع إيون فعل كينونة بعده بخالة ون، بخالة ون، بخالة ود، بخالة ود، بخالة ل، بخالة لا، بخالة وق، بخالة بخالة لا. شوفوا نفس الشيء قياسي مثل المعادلة الرياضية. أوكي. من معتل الوسط، مثال فعل قائم الذي اسمه فعلي هو قيامة، قائم قيامة. اسم المرة قيمته، هاي شفناها في المشتقات. قيامة يكون بقيامون بيت زلامة قبله وإيون بعده. بقيامون، بقيامون، بقيامود، بقياموت، بقيامل، بقياملا، بقياموخ، بقيامتون، بقيامنا. يعني نحن نقوم الآن مستمرين في القيامة. we are standing up. هاي صيغة standing, going, coming اللي هو مستمر continuous بالإنجليزي. أوكي. من معتل الآخر، إذا كان هذا معتل الوسط، معتل الآخر يكون نأخذ مثال كاله واللي اسم فعله كلاية، يكون بكلايون، 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 بكلايوت، بكلايوت، بكلايله، بكلايلا، بكلايوخ، بكلايتون، بكلاينا. أما فعل باء بآية الذي هو باية اسم فعله يكون ببآيون. شوفوا قصدا جبت هذا الفعل أيضا مثال لأنه يبدأ ببيت أيضا، ونحن عندنا زيادة بيت قبله فيصير ببآيون، 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 ببآيوت، 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 ببآيله، ببآيوت، ببآيلا، ببآيوخ، ببآيتون،
ببآية. طبعا نحن لما نتكلم ما نقول ببآية، بباية ون هيك نصهرها نذوبها العين، مثل ما قلت لكم من البداية عندما تكلمنا عن الحروف. نحن الآشوريين العصريين لنا مشكلة مع هذه عين، مع لفظ العين اللي هي من الحنجرة لنا شوية مشكلة معها، فلذلك نصهرها شوية في فمنا لما نلفظها. ومرات مثل ما قلت لكم في المشتقات نلفظها كأنها يوت، كأنها يا بباية 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 ود بباية وات بباية لبباية وخ بباية لا بباية وخ بباية بباية. أوكي. من معتل الأول والوسط الفعل الوحيد الفريد الذي هو يائر، واسم فعله يارا، بياري ون بياري ون بياري ود بياري وات بياري لبياري لا بياري وبياري تن بيارنا. معناه طبعا لم تنسوا، هو معناه يجرؤ. أوكي. من معتل الأول والآخر مثال يابي، واسم فعله كان يابايا، بإبطال لفظا لا كتابة. المعتل هذا الحرف المعتل الأول بيكون ببايون، شوفوا ببايون ببايون ببايود ببايوت ببايلة ببايلة ببايوخ ببايتون ببايلة. والمثال الآخر آتي، وكان اسم فعله تايا، بتايون بتايون بتايود بتايلا بتايوخ بتايل بتايلا بتايوخ بتايتون بتاينا. أوكي. من معتل الوسط والآخر مثال خاي خيايا، اسم فعله يعيش أو يحيا، يكون بخيايون بخيايون بخيايود بخيايود بخيايل بخيايلا بخيايوخ بخيايتون بخياينا. ولفظا نحن نصهر الاثنين اليود مع بعضهم، نقول بخايون بخايون بخايود بخايلا، كأنه يود واحدة، ندمجهم مع بعضهم لسهولة النطق. من الجذر الرباعي، هذا كان جذر رباعي يكون بوضع فعل المساعد الذي هو فعل كينونة مصرفا مثل السابق في زمن الحاضر بعد اسم الفعل المراد تصريفه، وبدون استعمال حرف بيت. ما نستعمل حرف بيت نفسه اسم الفعل بدون زيادة بيت قبله، مثل ما كان في الثلاثي. في الرباعي ما في زيادة بيت قبله، ولكن في فعل المساعد بعده. فمن الرباعي السالم مثال همزم، والذي اسم فعله همزومة، تتذكرون يكون أنا همزومة ون همزومة ون للمؤنث، همزومة ود للمذكر، همزومة وت للمؤنث، همزومة له هاو هي همزومة لا، نحن أخنا همزومة وأخ أختن أنتم همزومة همزومة أني همزومة همزومة زائدا نا همزومة زائدا إيتون. أوكي. أما إذا كان الرباعي معتل الأول مثل فعل أخور الذي هو أخور اسم فعله، فيكون أخورون أخورون أخورود أخورود عفوا أخورلا أخورلا أخوروخ أخورتون أخورنا. من معتل الثاني هيمن، اسم فعله هيمونة، يصير هيمونة ون هيمونة ون هيمونة وإلى آخره، نفس الشيء. وهيمن معناه يؤمن، فأنا أؤمن أنت تؤمن هي تؤمن، نحن نؤمن أنتم تؤمنون، هو يؤمن هي تؤمن وإلى آخره. أما إذا كان معتل الثالث فنأخذ هذا فعل مثال مزيد، واسم فعله مزيودة، يعني مزيودة وش إلى آخره، نفس الشيء. معتل الآخر ألدة، شو يكون فقط ألدوية، هو اسم فعله ألدوية، فيصير ألدوية إلى آخره كالباقي. هذا الفعل الحاضر في نوعيه
أي الحاضر البسيط والحاضر المستمر. والآن نأتي إلى الزمن الثاني، زمن الماضي. الزمن الماضي أو past tense، زمن الدأور. هناك 6 أزمنة للفعل في الماضي في اللغة الآشورية المعاصرة. هناك 6 أزمنة للفعل الماضي في اللغة الآشورية المعاصرة، 6، وهي: الماضي غير التام، الماضي المستمر، الماضي البسيط، الماضي غير المحدد، الماضي التام، الماضي البعيد. ونبدأ بكل واحد منها بالتفصيل. الماضي غير التام، دأور عياداية، وفي الآشوري الماضي الاعتيادي، أما في العربي الماضي غير التام، past imperfect بالإنجليزي. يشير إلى حدث كان يتكرر في الزمن الماضي، كان يتكرر في الزمن الماضي. الحاضر البسيط هو كان يتكرر في الزمن الحاضر، أما في الماضي الغير المحدد أو غير التام عفوا هو يتكرر في الماضي، لهذا هو ماضي غير التام، يعني لم يتم بعده، وفي الماضي لكن كان يستمر بدون انتهاء. يشير إلى حدث كان يتكرر في الزمن الماضي وتتم صياغته من جذر الفعل. هنا نرجع أيضا من جديد، جذر الفعل مضافا إليه الحرف الشخصي مع وضع المقطع و. إذن هو في الحقيقة نفس الحاضر البسيط مضافا إليه هذا المقطع أو هذه كلمة و. تمام؟ يعني الإجراءات التي نجريها عليه هي تدل على أنه نفس الحاضر البسيط مضافا إليه هذه كلمة و بعده لجميع الأشخاص عدا الشخص الغائب الجمع، فيكون مقطع واو بدلا، كما كان في، تتذكرون في ماضي الفعل الكينونة إيلي، واو بدلا من و. وهذا ينطبق على جميع الأفعال الثلاثية والرباعية لهذا الزمن، ويتضح ذلك من الأمثلة التالية. أخذ مثلا ثلاثي سالم، مثال كاتب يكتب. وللثلاثي المعتل نأخذ هاوي يكون، وللرباعي سالم ومعتل يكون نأخذ همزة، حتى لا نطيل لأنه يعني كلها تشبه بعضها نفسها. مثلا الشخص الأول أنا كي كتون. شوف كي كتون هو الحاضر البسيط، تمام؟ كي كتون نضيف إليه و، كي كتون و، كي كتون و. كي كتون هو الحاضر البسيط للشخص الأول المؤنث، نضيف إليه و. أنت كي كتوت و. كي كتوت هو الحاضر البسيط مع و يصبح الماضي ماضي غير التام أو البسيط. ماضي غير التام هو بسيط لأنه الماضي البسيط سنأتي عليه وصيغة أخرى. كي كتوت و، أنتي كي كتوت و، أو كي كاتوا، هاي كي كتواوا، أخنن كي كتوخوا، أختن كي كتويتن و، آني كي كتوي واو بدل واو كي كتوي واو. أما من المعتل مثال هاوي كي هاون و، كي هاوين و، كي هاوت و، كي هاويت و. لماذا وضعنا يود؟ لأنه معتل الآخر ألف تنقلب إلى يود. كي هاوي و، كي هاويا و، كي هاوخ و، كي هاويتن و، كي هاوي واو. رباعي همزم كي همزمن و، كي همزمن و، كي همزمت و، كي همزمت و، كي همزم و، كي همزمع و، كي همزمخ و، كي همزميتن و، كي همزمي و. هذا الماضي
الاعتيادي أو غير التام، يعني دعور عياداية. نأتي إلى الماضي المستمر دعور سعراناية past continuous، يرمز إلى حدث كان مستمرا في الماضي عند وقوع حدث آخر. تمام، هذا هو تعريف في كل اللغات، حتى في الإنجليزي، في العربي، في الآشوري، تعريف الزمن الماضي المستمر يستعمل في هذه الحالة عندما يكون فعل آخر مستمرا عندما يقع فعل آخر، فعل كان مستمرا عندما وقع فعل آخر. وصياغته تكون كالحاضر المستمر مضافا إليه المقطع و، مثل ما كان الحاضر المستمر كذا أيضا حاضر الاعتيادي، أيضا هذا الماضي المستمر مثل الحاضر المستمر، الماضي المستمر زائدا مقطع أو كلمة و. لجميع الأشخاص عدد ثالث يكون واو بدلا منه كما هو مبين في الجدول الآتي. ثلاثي السالم مثال أخذنا شاقل هالمرة مو كاتو، شاقل حتى لكي ننوع قليلا. وأما الثاني فهو هاوي نفسه، والرباعي السالم معتل هو همزم. فيكون في الشخص الأول المتكلم المفرد المذكر بشقالة ون و. بشقالة ونشوف هو الحاضر المستمر نضيف إليه و يصبح ماضي مستمر. بشقالة ون في الحاضر أنا آخذ. بشقالة ون وأنا كنت آخذ. بالعربي أيضا كنت. بشقالة ون وأنا كنت أيضا للمؤنث بشقالة ون و. بشقالة وتوا أنت كنت تأخذ. بشقالة وت تأخذ الآن. بشقالة وتوا كنت تأخذ. بشقالة وتوا أنت كنتي تأخذين. بشقالة وهو كان يأخذ. كان بشقالة و للمؤنث أيضا بشقالة وهي. ونحن بشقالة وأخوة. وأنتم بشقالة تنوى. وهم بشقالة واو. أوكي. بهواية هاوي. بهواية ونوى. بهواية ونوى. بهواية وتوى. بهواية وتوى. بهواية بهواية ونفس الشيء هي هو. بهواية وأخوة نحن. بهواية وأنتم. بهواية وهم. همزومة يصير همزومة ونوى. همزومة ونوى. همزومة وتوى. همزومة وتوى. همزومة ونوى. همزومة ونوى. همزومة وأخوة. همزومة تنوى. همزومة يعني الحاضر المستمر زائدا و. أوكي، انتهينا من الماضي المستمر. أيضا نأتي على الماضي الثالث، نوع الثالث الماضي البسيط. دأور بشيطة أو متخمة، أو الماضي المحدد نسميه أيضا تخمة أيضا، لأنه منتهي ومحدد هو. دأور بشيطة الماضي البسيط simple past، يشير إلى حدث وقع وانتهى في زمن مضى، وهو على شكلين عنده. الشكل الأول في كثير من هذه لها شكلين، لكن أعطينا فقط أمثلة لهذا. الشكل الأول يصاغ من جذر الفعل بالطريقة التالية. من جذر الفعل أيضا بالطريقة التالية. من الجذر الثلاثي، من الثلاثي السالم بتسكين الحرف الأول للجذر وتغيير حركة الحرف الثاني إلى زلامة قصير، من زلامة طويل يصير زلامة قصير، وإدخال حرف لمد. هذه صفة الماضي البسيط. إدخال حرف لمد مع الضمير الشخصي، مش حرف الشخصي كما في الحاضر، إنما الضمير الشخصي المتصل. الضمير الشخصي المتصل في نهايته. الضمير الشخصي المتصل تجدونه في الضمائر الشخصية المتصلة أخذناها، وهنا راح نعطي أيضا حول الضمائر المتصلة راجع الفصل الخامس. مثال ذلك نأخذ الفعل بارش فيصير برشلي. الضمير الشخصي هو إي للشخص الأول المفرد المتكلم، فنأتي لمد قبله، لمد ساكنة،
أجرينا على الجذر. ماذا أجرينا؟ سكننا الحرف الأول، أخذنا الساق سقابة، هو بارش، أخذناها سقابة. الثاني هو زلامة طويل في الجذر، قلبناه إلى زلامة قصير، بارش. بارش برش، يصير برش لي، برش لخ، برش لخ. هذه هي الضمير الشخصي المتصل. برشلخ أنت، برشلخ أنتي، برشله هو، برشلا هي، برشلن نحن، برشلوخن أنتم، برشلون هم، أو برشلي له صيغتين كما رأينا أيضا في الضمير نفسه، برشلي. من معتل الأول يتم بإبطال لفظ الحرف الأول أي المعتل، وأما الباقي كما في السالم. مثال فعل آخر نبطل لفظه، يعني إيش؟ يعني نكتبه ولكن لا نرفضه، نضع هذه علامة إبطال، هذه الخط المائل. من آخر يصير خلي، ما نلفظ الألب ونبطلها، خلي، خلوخ، خلخ، خلا، خلن، خلوخن، خلون أو خلي. راجع التوضيح في الأسفل بخصوص إضافة لمت من عدمها. شوفوا، آخل هو جذر نفسه عنده لمت، فما نضيف لمت أخرى، ما في لزوم، هو في الأساس في لمت، فما نضيف اللمت الأخرى، ندمجها مع هذه، خلي، خلوخ، خلا، خلوخ. أوكي. وهذه توضيح بالأسفل هو عن هذا الشيء هذا. بعدين من معتل الوسط، معتل الوسط كيف نصيغ الماضي البسيط؟ يتم بتغيير، مو عن طريق التغيير، بتغيير حركة الحرف الأول إلى زلامة قصير، حرف الأول، وحذف الحرف الثاني المعتل، والباقي كما في الجذر السالم. مثال الفعل قائم، قملة، وين الألف؟ ما في، تحذف. الأول من قا يصير ق، زلامة قصير، قا ق. الثاني هو كان معتل يحذف. الثالث هو اللي يسكن، قم، لمد ندخل مع الضمير الشخصي، قم لي، قم لخ، قم لاخ، قم له، قم لا، قم لن، قم لوخن، قم لن أو قم لي. الفعل مثال آخر بائش يبقى، قائم يقوم، بائش يبقى، بش لي، بش لوخ، بش لخ، بش له، بش لا، بشلن، بشلوخن، بشلن، بشلي. بقيت، بقيتا، بقيتي، بقينا، بقى، بقيت، بقينا، بقيتم، بقوا هم. من معتل الآخر يتم بتسكين الحرف الأول والمحافظة على حركة الحرف الثاني، والباقي كما في الجذر السالم. مثال ذلك كعلي، معتل الآخر، يصير كليلي. شوفوا شو عملنا، سكنا، لم نبطل، فقد سكنا يعني حذفنا حركته، صار ساكن. كاب كانت حركة فتحة عليها، راحت الفتحة، سكنت. والثاني بقى كما هو، والثالث بقى كما هو، كلي، أدخلنا لمت والضمير الشخصي إي، كليلي، كليلخ، كليلخ. طبعا المؤنث المتكلم لم أعطي لنا نفسه، هو نفسه مثل بالعربي نفسه. أنا وقفت، البنت تقول وقفت، والولد يقول أيضا وقفت، في الأشهر أيضا كذلك. كليلي أنا، سواء امرأة أو رجل. كليلخ أنت، كليلخ أنتي، وقفتي،
وقفتا وقفتي، كليلة وقف، كليلة وقفت هي، كليلا وقفنا نحن، كليلوخ وقفتم أنتم سواء رجال أم نساء، كليل أو كليلي هم سواء رجال أو نساء وقفوا. من معتل الأول والوسط يكون مثل معتل الوسط تماما. مثال ذلك الفعل يائر اللي هو فعل الوحيد الفريد، يري، ماذا عملنا؟ مثل معتل الوسط، معتل الوسط حذفنا الحرف الثاني سقط. يري، يرخ، يرخ، يرى، يرن، يرخن، يرون أو يرخ. أين اللام؟ لم نضعها. وهذه انظر التوضيح بالأسفل. شو يقول التوضيح؟ ستراهم. التوضيح يقول عندما يكون ينتهي الفعل بحرف لام، مثل شفنا كالة، لا نضيف لمة أخرى، أو ينتهي بحرف ريش لا نضيف لمة رأسا، يلتصق هذا الضمير الشخصي الملتصق، ضمير الشخصي الملتصق يلتصق بالحرف هذا بدون لمت، بدون وساطة لمت. نقول يرلي، لا يري، يري، يرخ، يرخ، يري، يرن، يرخن، يرون أو يري. حتى اللمت إذا كان، أو إذا كان ريش ينتهي ما نضيف اللمت، وإذا كان أيضا ينتهي بنون كما سنرى لا نضيف لمت. من معتل الأول والآخر يتم بإبطال لفظ، يعني يكتب لكن لا يقرأ، يبطل لفظ الحرف الأول والباقي كما في السالم. مثال ذلك يابي، جذر أو فعل يابي يغمز، يصير بيلي، أبطلنا لفظ اليوت، بيلي، بيلخ، بيلخ، بيلي، بيلن، بيلوخن، بيلون، بيلي. يعني مثل كالي، فقط أنه هنا لأنه أيضا معتل، فهذا المعتل الأول هذا يوقف لفظه. من معتل الوسط والآخر يكون مثل المعتل الآخر تمام. مثال ذلك الفعل خاي، خيالي، خيالو، خيالة، 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 خيالا، خيالو، خيالو، مثل كالي، كليلي، كليلو، كليلو. أوكي. هذا ثلاثي. من الجذر الرباعي يكون بتغيير حركة الحرف الأول. لماذا هذا صار كله؟ أظن لأنه ما عم يقبل. أيوة صار. من الجذر الرباعي يكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى الرواسة، وحركة الحرف الثالث إلى زلامة قصير، والباقي كما في الثلاثي كما يلي. الرباعي السالم همزم يكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى رواسة. الحرف الأول حركته بتاخة تصير رواسة، هم يصير هم، هم يصير هم، هذه إزلام الطويل يصير إزلام قصير، هم زم، زم، زم وزم، هم زم، لما ندخلها على حسب القاعدة، والضمير الشخصي الملتصق إي، هم زملي، هم زملوخ ضمير الشخصي، هم زملاخ، هم زمله، هم زملا، هم زملن، هم زملوخن، هم زملون، هم زملي. تكلمت أنا سواء رجل أو مرأة، تكلمت أنت، تكلمت أنت، تكلم هو، تكلمت هي، تكلمنا نحن، تكلموا، تكلمتم أنتم رجال ونساء، تكلموا هم رجالا أو نساء. مثال للرباعي المفتوح الأول، قبل، لا قبل، قبل لي، قبل لك، نفس الشيء، قبل نفس الشيء، ما في أي مشكلة طبعا، لأنه لمت موجودة فنضيف لمت أخرى، ما نضيف لمت أخرى.
مثال الجذر الميمي، لأنه هذا عنده جذر ميمي لأنه مفتوح الأول، فمقابل يصير جذر ميمي اللي يقبل مقابل، يصير مقوبل لي، مقوبل لي. شوف صار؟ الميم بقت كما ساكنة. من اللي أخذ خواصة؟ هو الذي كان سقافة، مقابل يصير مقو، مقو باللي، نفس الشيء، مقوبلي، مقوبلوخ، مقوبلخ، مقوبلن، مقوبلوخ، مقوبلي. اوكي. من المعتل الأول، المثال الأول يقر، وهو يعني مفتوح الأول. يقري، يقرخ، يقرخ، يقر، يقره، يقرن، يقرخن، يقرن أو يقرن، يقري. أما جذره الميمي مياقر، فيكون ميوقري. شوفوا، هو هذا اللي ياخذ الأصل، ياخذ يا يصير يو. ميوقري، ميوقرخ، ميوقرخ، ميوقر، ميوقر، ميوقرن، ميوقروي، مقرخن، ميوقرون أو ميوقري. راجع التوضيح حول قضية لمد، أنه ما تأخذ لمد. ليش؟ لأنه ينتهي بريش. مثال ثاني يول، نأخذ مثال آخر، يول للرباعي. هو هذا معتل الأول، هو المعتل الأول. يول، يولي، اللي بتاخذ تصير رواصة يو، يهولي، يهولخ، يهولخ، يوله، يوله، يولن، يولخن، يهولن، يهولي. اوكي. معتل الثاني مثال هيمن، هيمني، هيمنخ، هيمنخ، هيمنه وإلى آخره، نفس الشيء. شوفوا هنا أيضا لأنه ينتهي بنون لم نضع لمد، وتوضيح الذي في الأسفل بخصوص لمد. قلنا إذن في 3 حالات. في حالة كان الفعل منتهي بلا لمد لا نضيف لمد، وفي كان منتهي بنون لا نضيف لمد، وإذا كان منتهي بريش لا نضيف لمد. أما في حالات أخرى فنضيف لمد. معتل الثالث، نأخذ مثال مزيد، مزيد لي. شوفوا ما تاخمال تصير أو، مزيد، مزيد لي، مزيد لخ، مزيد لخ، مزيد لا، مزيد لن، مزيد لخ، مزيد لن، مزيد لي. مزيد يعني يضيف، يزيد، نفس الشيء بالعربي، يزيد، يضيف. معتل الأخير كسابقيه، عدا أن حركة الحرف الثالث لا يتغير، لا لام ياء صائرة باء، لا يتغير إلى زلام قصير، بل تبقى على حالها، حركته تبقى على حالها، يعني زلام طويل. مثال ألدي، هذا معتل الأخير، ألدي، ألديلخ، تبقى كما هي. شوف، تبقى كما هي، زلام طويل، وألب أيضا تبقى. نضيف اللام، لام، هاي لام حركة زائدة أخذت. ألديلي، ألديلوخ، ألديلخ، ألديلي، ألديلا، ألديلن، ألديلوخن، ألديلن، ألديلي. وألدى، ألدوي، هو ألدى يعني يخدع، يخدع، يكذب عليه، يكذب عليه، يكذب عليه أو يخدعه. أوكي. معتل الأول والأخير إذا كان الرباعي يكون كما في المعتل الأول. مثال أردة، أرديلي، أرديلوخ، أرديلخ، أرديلي، أرديله، أرديلا، أرديلوخن، أرديل، أرديله. وأردة معناه يتخثر. طبعا لا يوجد في الواقع أنه أنا أقول بأنني أنا تخثرت، تخثر دمي، تخثر دموعي، إذا أنا نفسي ما أتخثر، ولكن كقواعد يجب أن نعمله، نعطي له أمثلة. لكن أنا هو أرديلخ أو أرديلة، أرديلة هذه موجودة، تخثر يعني تخثر الدم، تخثر الحليب، هو تخثرت أشياء مؤنثة. أوكي.
نعم، انتهينا أيضا من الرباعي. إذا شفنا الرباعي هذا زمن الماضي البسيط المحدد للجذرين الثلاثي الرباعي بأنواعهم. التوضيح نهار شوف بقى توضيح. إذا كان الجذر منتهيا بإحدى هذه الحروف لمت نون أو ريش، لمت نون ريش، يجوز عدم إدخال لمت بين الفعل والضمير الشخصي المتصل، بل إيصال الضمير مباشرة بالفعل وهو المفضل. يعني يجوز أيضا الآخر، لكن المفضل هو هيك، لأنه الآخر يكون إذا بإضافة لمت أيضا يكون ثقيل على اللفظ. على سبيل المثال فعل قابل يكون قبل لي، قبل لي، ما نضيف لام أخرى، لامين مع بعضهم، قبل لي، قبل لخ، قبل لخ، قبل لي، قبل لا، قبل لن، قبل لخ، قبل. وفعل شاخن على نون، مثال على نون شاخن، قبل لي قبلت يعني، وفعل شاخن يعني سخن أو حمية، شاخن. فشخني ما كن لزوم شخن لي، قسم يضعوها أيضا، ولكن ما في لزوم. شخني، شخن لي، مو شخن لي. شخني، شخنوخ، شخنخ، شخن، شخنا، شخنا، شخنوخ، شخني. وعلى الريش انتهي جاور، ناخذ فعل جاور والذي معناه يتزوج، جاور. جوري ما في لزوم نقول جورلي، جوري، جورخ، جورخ، جوري، جورا، جورن، جورخن، جورون، جوري. هذا كان التوضيح على هذا الشيء. أما الشكل الثاني قلنا هذا الزمن له شكلين، هذا كان الشكل الأول اعتيادي. أما الشكل الثاني فيكون بالعربي أيضا موجودة، هذه راح نشوف. يستعمل للفعل المتعدي فقط عندما يكون أنا فقط، سواء الثلاثي منه أو الرباعي، عندما يكون مفعوله ضميرا متصلا. عندما يكون مفعوله، طبعا متعدي يأخذ مفعول، عندما يكون مفعوله ضميرا متصلا، يعني مو اسم واضح، اسم كان صريح، إنما ضمير فقط. في هذه الحالة يستعمل الشكل الثاني. ونصيغه من الزمن الحاضر البسيط الموازي له مسبوقا بكلمة قم، بكلمة قم بدلا من كي. طبعا الحاضر البسيط كان الكلمة التي تسبقها هي كي. هنا في هذا الماضي الشكل الثاني نستعمل بدلا من كي قم، أي آت قم شقلت لي، أنت أخذتني. شوف، أخذتني، أنت أخذت، أنا أخذت، أنا ما أقول أنت أخذت، إنما أنت أخذتني. آت قم شقلت لي، قم شقلت لي. آشور قم خازيلخ، آشور رآك، قم خازيلخ. أنا قم يقرنخ، أنا احترمتك أو قدرتك، قم يقرنخ. هو يكون الاعتيادي يكون أنا ميقري اللخ ممكن، لكن الشكل الثاني قم يقرنخ. في اللوح عندنا تجدون أمثلة على كلا الشكلين لتوضيح الفرق بينهما. أوكي، هذه الشكل الأول. الشكل الثاني في حالة كون الشخص المتكلم المفرد المذكر هو الفاعل والآخرون الأشخاص الأخرى مفعول به، يكون هكذا.
الشكل الأول يكون شوق لي، لا أنا شوق لي، هو هذا شوق لي اعتيادي، هو الماضي البسيط هو شوق لي تركته. اللخ، لكن إذا كان عنده ضمير متعدي، طبعا هذا أخذت شيء، أخذت ماذا، ضمير ومو اسم صريح، ضمير، فممكن شكلين. الشكل الأول شوق لي اللخ، تركت لك، تركتك أنت، تركت لك أنت، شوق لي اللخ. أو الشكل الثاني قم شوق النخ، شوق لخ أو شوق النخ بدون لمت. أنا وضعت أيضا لمت، يعني وضعت حتى الاحتمال الآخر. شوق النخ. شوق لي اللخ، تركتك، تركت لك. قم شوق النخ، تركتك. فانظروا الفاعل هو دائما أنا، الشخص الأول، المفعول به جميع الأشخاص الأخرى. طبعا عدا الشخص نفسه، لأنه أنا ما أقدر أقول لنفسي أنا تركت نفسي، تركتك أنت، أنت، هو، هي، هم، هن. أوكي. شوق لي قم شوق النخ، قم شوق الن تركته، قم شوق النا تركتها، قم شوق النوخن تركتكم، قم شوق الني أو شقوق النون تركتهم. في حالة كون الشخص المتكلم المفرد المؤنث هو الفاعل والآخرون مفعول به، فتكون يعني المتكلم تكون امرأة. شوق لي اللغة نفس الشيء. قم شوق النوخ، هنا الفرق، بدل قم شوق النخ، قم شوق النخ تأخذ بتاعها. شوق لي اللخ، تركتك. بنت تقول لبنت أخرى تركتك. قم شوقا نخ، أو شوقا لخ، شوقا نخ. شوق لي إلا الصيغة الأولى، يعني يكون قم شوقا ن. شوق لي إلا قم شوقا ن. شوق لي لوخن قم شوقا نوخن. شوق لي إلا قم شوقا ني أو قم شوقا نن. في حالة كون الشخص المخاطب هكذا تمشي جميع الحالات، أنا مخليها لكم لتسهيل الأمر. أوكي، في كل هذه الأحوال. هنا علي نقف لأنه طال الزمن، يكون ممل شوي، مملة هذه التصاريف. فهنا نقف الآن، على أمل أن نراكم في الحلقة القادمة لنستكمل ما تبقى من التصاريف من أزمنة الماضية، وبعدها زمن المستقبل أيضا، فنأخذ بعدها الزمن اللي بعده هو الماضي غير المحدد بإذن الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، متمنيا لكم أوقاتا هانئة.